وصلت مصر وانا فاكر نفسي ابو تريكه. اخدت من الست كروت الميموري، رحت راجع على الفندق. رجعت وانا حاسس ان معايا ثروه قوميه، واسرح بخيالي هنزل مصر ابيع دول وارجع واجيب تاني واسافر واجيب غيرهم اكبر واجيب كميه اكبر وفضلت اسرح بقى ان ابقى تاجر كروت ميموري قد الدنيا بقى. شطحت بخيالي حاجات ولا في الاحلام. كان باقي على الرحله يومين. اخدت تاكسي ورحت على الشاو بي او شارع العرب. وطبعا كان نفسي اكل في مطعم سبق كنت قريت عنه كتير. اكلت في المطعم واتمشيت، كان في عرب كتير وناس من جنسيات كتير مختلفة، وفي مطاعم تاني عربي، مطعم حضرموت والبيت الشامي والبسفور التركي، كان في مطاعم كتير. فضلت اتمشى واتفسحت وقضيت اليوم، بعدين رجعت على الفندق. تاني يوم رحت مع فادي سوق النضارات علشان يخلص الاوردر بتاعه. دفعنا الفلوس، فقلت له الشحن ايه؟ قال لي لا، ده هنا في واحد مصري بيشحن وبتاع، فانا هديله البضاعة وانزل مصر هو بيشحنها لي يعني. قلت له تمام. بعدها بالليل خرجنا اتمشينا شوية على الكورنيش، أجرنا سكيت، وقعنا على دماغنا، حاولنا نقوم وقعنا تاني وقعدنا نضحك، وكان يوم لطيف. وتاني يوم صحيت الصبح، خدت الشنطة بتاعتي ورحت رايح على المطار. وصلت مصر وانا فاكر نفسي ابو تريكة. عملت اللي ما يتعملش. انا سافرت الصين وكده وناس قليلة اللي عملت كده، بس عادي. الفكرة بقى ان انا كنت واخد فكرة عن نفسي اكتر ما الناس متوقعة. يعني انا فاكر ان انا بقى حاجة عظيمة، وانا بصراحة ولا حاجة. هي مجازفة، ولكن في النهاية تذكرتي رايح جاي، يعني معروف اولها فين واخرها فين.